الحكاية بتبدأ في واحد من أخطر السجون الروسية بالعالم. المذيع قدم فلاديمير سايكو بطل المقاتلين في السجن. سايكو مقاتل عديم الرحمة، وقدر انه يمسك خصمه ويطحنه في ثواني، وكسب القتال بسهولة. حتى رجل للأعمال جاجا ومدير السجن انبهروا بيه. في الوقت ده كان في شخص مجهول بيمسح الأرضية وبيسمع صوت المساجين وهم بيهتفوا باسم المقاتل سايكو. لكن فجأة جاجا ومدير السجن عدوا من جنبه، وبالصدفة جاجا وقع فلوس. في البداية مدير السجن طلب من عامل النظافة يشيل الفلوس من على الارض، لكنه رفض طلبه. وهنا بنعرف ان الشخص ده يبقى هو يوري بويكا بطل السجن السابق. بويكا كان معروف انه اخطر محترف فنون قتاليه مختلطه في العالم، لكنه دخل في قتال ضد ملاكم امريكي معتزل ورجله اتكسرت، فاضطر يعتزل القتال لانه ما كانش قادر يمشي. لما بويكا كان بيدرب رجله عشان يقدر يرجع للمنافسه، فجاه جاجا ظهر وقال له انت كسبتني فلوس كتير زمان لاني كنت براهن عليك، وعرض على بويكا مبلغ مالي. لكن بويكا رفض وطلب منه يسجله في بطولة السجون الدولية اللي هتحصل قريب. طبعا جاجا اتريق عليه وقال له انت مش قادر تمشي على رجلك وهتتمسك تطحن. بعد كده مشي وسابه. فبويكا اتحدى نفسه وبدأ يدرب رجله المصابة طول الليل والنهار لحد ما قدر يحركها بشكل بسيط وقوته بدأت ترجع. ده غير انه اخد الموس وحلق شعره واستعد لقتال سايكو بطل السجن. تاني يوم سايكو كان بيلعب ماتش في الحلبة، وبعد ما كسب القتال بويكا دلع عليه جرد الميه وطلب انه يتحداه، بس الحراس حاولوا يرجعوه الزنزانه. وهنا جاجا قال لهم يسيبوه يقاتل من اجل اثبات قوته. بالفعل بويكا دخل الحلبة ضد سايكو، ومع ان رجله كانت مصابه وبيعرج عليها الا انه استرجع تركيزه ومسك سايكو روق عليه ودمره بركله على الطاير. ده غير انه حيا الجماهير واثبت قوته للجميع، بس للاسف رجله وجعته بشده لانه ضغط عليها. تاني يوم بويكا اترحل لسجن على حدود جمهوريه جورجيا لان جاجا سجله ببطولة السجون الدولية. وبعد ساعات وصل اخيرا، لكنه اول ما دخل السجن اتفاجئ بالمقاتلين اللي هينافسوه في البطولة، وحاول انه يخفي اصابة رجله عشان ما يفتكروش انه ضعيف. اما جاجا قابل صديقه القديم جيوفاني وعرف ان هو كمان عنده مقاتل في البطولة اسمه تيربو. بالوقت ده كل المقاتلين وقفوا قدام مدير السجن وبدأوا يذكروا اساميهم واحد ورا واحد، لكن فجأة في شخص ظهر، والغريبة ان محدش من الحراس راقبه. الشخص ده اسمه راؤول وكان مغرور بشدة. فتيربو المقاتل الامريكي اتريق عليه وقال انه هيمسكه يطحنه في الحلبة. طبعا مدير السجن اتضايق من تيربو لانه بيتكلم كتير ومش راضي يسكت، فامر واحد من الحراس يغفله ويعلمه الادب. لما كل المقاتلين كانوا داخلين الزنزانة شافوا حلبة البطولة واتأملوا فيها لدقايق طويلة. بعد كده بويكا استريح وخف الضغط على رجله المصابة. اما جاجا وصاحبه جيوفاني قابلوا ريزو منظم بطولة السجون. ريزو قال ان هدفه يجمع اكبر عدد ممكن من فلوس الرهانات ومش مهم المقاتلين او حالتهم الصحية. تاني يوم الصبح مدير السجن جمع بويكا وبقية المنافسين بالبطولة وقال انهم هيبدأوا الشغل في الجبل عشان يوفروا فلوس الاكل والاقامة بالسجن. بالفعل بويكا وصل لمحجر وسط الجبال وبدأ يشتغل تحت الشمس الشديدة، لكنه اتفاجئ ان تيربو بيتخانق مع الحراس بسبب صعوبة الشغل. فبويكا قال له يبطل رغي لانه جاب له صداع. طبعا تيربو اتعصب وكان هيتخانق مع بويكا، لكنه بالصدفة لمح راؤول قاعد في الضلة ومش بيشتغل معاهم، فعرف ان في حاجة غلط. بعد ما العمل انتهى المقاتلين رجعوا السجن وبدأوا ساعة التدريب المتاحة ليهم. وهنا تيربو قال لبويكا يستعد لانه لو واجهه في البطولة مش هيرحمه. اما مدير السجن قابل راؤول واعطاه صندوق مغلق. الصندوق ده فيه منشطات، وبكده راؤول بيغش لان المنشطات ممنوعة في رياضات الفنون القتالية، وبسببها اصبح سريع جدا وقوته رهيبة ملهاش مثيل. بعد ما التدريبات انتهت البطولة بدأت اخيرا، فبويكا اتحمل ألم رجله وجهز نفسه للمعركة. اول ماتش كان ما بين المقاتل البرازيلي والمقاتل اليوناني. من البداية المقاتل البرازيلي سيطر لانه ماهر بفن الكابويرا، وده فن بيدمج ما بين الرقص والحركات القتالية. ده غير انه كسب الماتش بسهولة ودمر خصمه تماما. تاني ماتش كان ما بين تيربو الامريكي والمقاتل الفرنسي. في البداية المباراة كانت متعادلة والمقاتل الفرنسي بدأ يسيطر، فتيربو اضطر يستخدم فنه
القتال السري، ووجه لكمات مميتة ملهاش حل لحد ما كسب وابهر الجميع بقوته. اما الماتش الثالث ما بين بويكا والمقاتل الكرواتي، من الاول بويكا نزل طحن في خصمه، ومع ان رجله مصابة الا انه وجه ركلات ملهاش مثيل وكان بيشقلب طول الوقت، وفي النهاية انهى خصمه بالضربة القاضية، وكل المساجين فضلوا يهتفوا باسمه، حتى جاجا اتباهى بقوته الرهيبة. اما الماتش الرابع والاخير كان ما بين راؤول الكولومبي والمقاتل الكوري. من اول الماتش راؤول تفادى كل هجمات خصمه واستعرض وسط الحلبة قدام المساجين، اما تربو وبويكا اتفرجوا عليه وركزوا عشان يعرفوا نقط ضعفه، وهنا راؤول بدأ بالهجوم واظهر لياقته البدنية الخرافية لانه بياخد منشطات ممنوعة، وقدروا انه يكسب القتال بسهولة تامة. بعد الجولة الاولى من البطولة مدير السجن قال للمقاتلين الخسرانين انهم هيرجعوا لبلادهم من جديد، لكنهم في الحقيقة راحوا مكان مهجور، والحراس خلصوا عليهم واحد ورا واحد بدون رحمة. تاني يوم بويكا وتربو كانوا شغالين بالمحجر، فتربو خبط على رجل بويكا وقال ان مهارته عالية. طبعا تربو ما يعرفش ان رجل بويكا مصابة، عشان كده كان بيضربوا عليها، وفي النهاية بويكا مسك فيه لانه مش راضي يوقف كلام. بويكا وتربو نزلوا طحن في بعض واترموا في الارض لحد ما الحراس وصلوا واخدوهم للحبس الانفرادي، وهنا تربو قال لبويكا ان هو السبب في انهم اتبهدلوا بالشكل ده، فبويكا قال له يسكت ويبطل راغي، ده غير انه كان حاسس بوجع شديد برجله لانه فضل واقف عليها لفتره طويله. بعد ساعات جاجا وجيوفاني وصلوا السجن واعطوا الحراس رشوه عشان يقابلوا تربو وبويكا. طبعا الاتنين حسوا بالصدمه لما عرفوا ان بويكا وتربو بيشتغلوا في الشمس غصبا عنهم وما بياخدوش غير ساعه واحده بس من التدريب، فتعصبوا بشده وراحوا عشان يقابلوا مدير السجن. وهنا ريزو منظم البطوله ظهر وقال لهم خطته هي انه يضعف جميع المقاتلين بالاعمال الشاقه ويعطي راؤول منشطات عشان يراهن عليه ويكسب كل فلوس الرهانات. اما جاجا وجيوفاني عجبتهم فكرته وقرروا يتحدوا معاه لانهم هيكسبوا مبالغ ضخمه. للاسف بويكا وتربو استمروا في الشغل بالمحجر ومفيش اي حد ساعدهم وفضلوا يتخانقوا طول اليوم، فتربو قال لبويكا انهم لازم يتحدوا ويوفروا طاقتهم للنزال بالحلبة عشان يقدروا يكسبوا البطولة. بالفعل تربو وبويكا اشتغلوا مع بعض، ده غير انهم اول ما رجعوا السجن قعدوا يتغدوا واتكلموا لدقايق طويلة. تاني يوم الاتنين رجعوا الشغل من جديد، وتربو فضل يقول لبويكا انهم وقعوا بفخ ومجبرين يشتغلوا غصبا عنهم عشان يبقوا ضعفاء وراؤول يغلبهم بسهولة. فبويكا قال له مفيش قدامنا حل غير اننا نشتغل غصبا عنا والا هنخرج من البطولة وهنفضل في السجن طول حياتنا. اول ما تربو وبويكا رجعوا السجن الحراس اجبروهم يدخلوا ساعة التمرين الخاصة بيهم بدون اكل او راحة لان مدير السجن خايف من قوتهم. حتى وقت الفطار الحراس امروهم يبداوا شغل قبل ما ياكلوا اي حاجة، وهنا بويكا جات له فكرة ذكية وقال لتربو انهم هيحولوا الشغل الشاق الى تدريب مفيد وهينظموا حركاتهم عشان يدربوا عضلات جسمهم. بالفعل تربو وافق على رايه والاتنين بداوا يتدربوا بالفأس ورفع الاحجار، لدرجة ان الحراس اتعجبوا منهم وما كانوش فاهمين هم بيشتغلوا بجدية ليه. بس فجأة تربو لاحظ ان رجل بويكا مصابة فقطف عشبة جبلية وطلب منه يعصرها على ركبته لانها هتخفف الالم. وقت الراحة لما تربو وبويكا كانوا بياكلوا بويكا لاحظ وشم على صدر تربو فسألوا عنه، وهنا تربو كشف انه مخلف ولد وبنت وعايز يكسب البطولة عشان يرجع ليهم. اما بويكا قال انه اقوى مقاتل في العالم وبينافس عشان يثبت نفسه للجميع. بالليل الجولة التانية من البطولة بدأت، واول ماتش كان ما بين بويكا الروسي والمقاتل البرازيلي. في اول الماتش المقاتل البرازيلي استخدم مهارته الاسطورية بفن الكابويرا وحاول يغفله، لكن بويكا ردة فعله ملهاش مثيل وقدروا انه يتصدوا له باعجوبة. بعد كده اكتشف نقطة ضعفه ووجه له ضربات مضادة مدمرة جدا. في النهاية بويكا مسك المقاتل البرازيلي في حركة اخضاع واجبره على الاستسلام، ده غير انه حياه وقال انه مقاتل قوي. لما المباراة انتهت الحراس خلصوا على المقاتل البرازيلي لانه خسر. اما ريزو منظم البطولة قال لمدير السجن ان بويكا وتربو اقوياء ولازم يضعفوهم باي شكل ممكن، فمدير السجن امر الحراس يستفردوا بتربو لوحده، وهنا مدير السجن استفزه وهزقه. طبعا تربو اتعصب وحاول يدافع عن نفسه لكن الحراس اتكتروا عليه زي الكلاب ونزلوا فيه طحن. بالوقت ده بويكا كان بيتغدى واتفاجئ ان تربو مش موجود في الكافيتيريا، ولما كان بيتمشى اكتشف بالصدفة ان تربو متدمر تماما ومش قادر يتحرك، وطلب منه ياخد باله لان مدير السجن والحراس ممكن يغدروا بيه. فبويكا وعده انه هيتمرن باقصى ما عنده عشان يرجع حقه. بالفعل بويكا اتمرن مع نفسه بشدة لكن راؤول ظهر بدون سابق انذار، وهنا راؤول قال لبويكا انا سمعت عنك زمان لما كنت اسطورة قتال السجون، لكن في ملاكم امريكي طحنك وكسر
هكسر رجلك. فبويكا اتعصب وقال له انا مش هرحمك في الحلبة وهعلمك الادب. بس راؤول استفزه اكتر ووعده انه هيخلص على تربو. من هنا بويكا اتدرب باقصى ما عنده طول الليل والنهار، اما راؤول اتمرن عشان يواجه تربو مع انه مصاب وعظمه متكسر. بعد التدريبات بويكا راح يطمن على صديقه تربو واكتشف انه رجع للتمرين بالرغم من الوجع اللي هو فيه. تاني يوم بويكا قال لتربو انه لازم يهرب وما ينفعش يلعب الماتش مع راؤول لانه هيقتله بالحلبة. في البداية تربو رفض ينسحب لانه هيبقى جبان وبيجري من القتال، فبويكا قال له انه لازم يعيش من اجل اولاده، ده غير ان في راجل عجوز عرفه ان المقاتلين الخسرانين بيتقتلوا بمكان مهجور. في النهاية تربو وافق على الهرب، وبويكا استغل ان الحراس مش واخدين بالهم وبدأ يكسر في السلاسل بدون ما اي حد يلاحظه. بس للاسف المطرقة اتكسرت والحراس شافوه من بعيد. بالفعل القتال بدأ ما بين الحراس وبويكا وتربو. بويكا مسك الحراس روق عليهم باستخدام مهاراته بالفنون القتالية المختلطة، اما تربو اتعصب وكسر عظمهم بسبب اللي عملوه فيه، لكنهم قدروا يغفلوه وكانوا هيدمروه تماما لولا ان بويكا انقذ حياته وسرق المفاتيح من واحد منهم لفك السلاسل. تربو استغل الفرصة وجري وسط الغابة، اما بويكا دافع عنه لاخر نفس واخد ضربة بوشه وفقد الوعي. لكنه اول ما فاق اتفاجئ بريزو منظم البطولة ومدير السجن وهم بيقولوا انهم هيعلموه الادب بسبب اللي عمله. فبويكا قال ان جاجا هيدافع عنه، بس المفاجأة ان جاجا الندل كشف خيانته وعرفه انه هيراهن على راؤول بدلا منه لانه مش هيعرف يقاتل بسبب اصابة رجله. طبعا بويكا اتعصب ووعده انه هيكسب وهيخسره كل فلوسه. بالفعل المباراة النهائية ما بين راؤول الكولومبي ويوري بويكا الروسي بدأت. من الاول بويكا هاجم بشراسة رهيبة لانه غضبان بشدة من خيانة جاجا ليه، لكن مع الوقت راؤول رجع من جديد وركز كل هجماته على رجل بويكا عشان يضعفها اكتر واكتر. للاسف راؤول دمر رجل بويكا تماما ونزل فيه طحن بدون رحمة لحد ما بويكا وقع خارج الحلبة وكان هيفقد الوعي. لكنه اول ما شاف الممسحة افتكر لما كان بينظف ارضية السجن وعرف انه لازم يكسب الماتش عشان يرجع للحرية من جديد. بالفعل بويكا ربط قماشة الممسحة حوالين ركبته ووقف على رجله بالعافية، فراؤول الندل فضل يتريق ويستهتر بيه، وهنا بويكا غفله ورجع للقتال باقصى ما عنده. بويكا اخرج كل طاقته واستحمل الوجع طول الماتش لحد ما قدر يوجه لراؤول ضربة على الطاير كسرت قصبة رجله تماما وخلاه يعيط زي النسوان، ده غير انه بص في عيون جاجا وعرفه انه غلط لما راهن ضده. بعد الماتش جاجا وجيوفاني اتخانقوا مع ريزو منظم البطولة لانه خسرهم ملايين الدولارات، فجيوفاني راح لمدير السجن وهدده، ده غير انه قتل ريزو وحارسه الشخصي، لكن مدير السجن خلص عليه في النهاية. بعد كده قال لبويكا انه فاز بالبطولة لكنه مش هيكسب حريته لان تربو هرب ومش عارفين يوصلوا له. للاسف بويكا اتاخد لمكان مهجور ومدير السجن كان هيخلص عليه، لكنه اتفاجئ بطلقة في دماغه، وهنا تربو ظهر وانهى الحراس في ثواني وانقذ بويكا على اخر لحظة. طبعا بويكا ما كانش مصدق نفسه لان جاجا كان موجود وسلمه $1,000,000. جاجا قال لبويكا انه راهن عليه من البداية وتعمد يكذب عشان يعصبه ويخليه يقاتل باقصى ما عنده. في النهاية تربو ودع بويكا ووعده انه هيقابله في يوم من الايام عشان يتحداه في قتال وش لوش. اما بويكا اخد $1,000,000 وجري في سعادة لانه كسب حريته اخيرا. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.